في إطار الحملة الممنهجة من الإعلام ضد النادي الأهلي، قناة MTI وعبر المذيع الرئيسي هاني حتحوت في البرنامج الرئيسي بقناة برنامج مودرن سبورت طلع وقال إن الخطيب مستاء من تهميشه في مجلس الإدارة وطريقة تعامل بعض أعضاء مجلس الإدارة، بل إنهم قالوا كلام عليه ما هو مش عاجبه، يعني الكلام اللي اتقال عليه. طبيعي ان الاهلي بعد لما سمع الكلام ده الاهلي توجه للنائب العام وقدم بلاغ ضد المذيع القناه وضد القناه نفسها، وفي نفس الموضوع قدم برضو بلاغ للمجلس الاعلى للاعلام. الغريب ان هاني حتحط طلع تاني يوم وقال اكد بعد احترامه للاهلي ان هو متاكد من الكلام بتاعه وعنده مصادره اللي مش هيقول عنها غير في التحقيقات. التصديع الاكبر كان من قناه MTI اللي نزلت بيان وقالت انها معاها تسجيلات ل او يعني في حد من عضو مجلس الاداره هو اللي نقل الكلام ده. فما كان من الاهلي انها الا انه اعلن مقاطعته لقناه MTI ومنع اي حد تابع للقناه ان يخش النادي الاهلي او اي حد من النادي الاهلي ان يدلب اي حديث او يتعاون مع القناه.